السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الفطير المشلتت، هنعمله بأقل كمية سمنة وكمان بطريقة فرد سهلة جدا. يا ريت بس تتابعي الطريقة للآخر. اللهم بارك، الفطير مورق وكمان طري بعد السوا. ويا ريت لو بتعمليه بأي طريقة تانية، أنا عايزاكي بقى تجربي طريقة النهاردة بس بعد ما تتابعي الطريقة للآخر. ويا ريت بقى لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة هعمل معاكم 1.5 كيلو دقيق، والدقيق اللي أنا هعمله دقيق زيرو. نخلاه في الأول، وضفت مع الدقيق ربع معلقة ملح، وضفت معلقة سكر كبيرة، بس لو انت حابة مسكر هتضيفي بقى معلقتين سكر كبار. وبعد كده هنقلب السكر والملح مع الدقيق، وننزل بالمية، والمية هننزل بيها واحدة واحدة، والمية عادية خالص من الحنفية، يعني مش مية سخنة ولا حاجة. عجينة الفطير ما بتبقاش عجينة طرية قوي بتتلزق او عجينة يابسة، بتبقى عجينة كده في الوسط. لازم بقى نعجن عجينة الفطير مظبوط علشان الفطير يبقى معانا طري وكمان يورق. اهم حاجة هي خطوة العجين، يعني عايزين نعجن العجينة مظبوطة. في الاول بنعجنها على اليابس، وبعد كده بنطري فيها واحدة واحدة. ولو ليها عرق جامد بتسيبي بقى العجينة ترتاح، وبعد كده في الفرد هتكون سهلة جدا. وكمان هتلاقيها ما بتتقطعش معاكي خالص، وتعمل بقى رقات فوق بعضيها، واللهم بارك هتبقى معاكي تحفة. يعني اهم حاجة اتعبي شوية في العجين. ادي العجينة عجينة طرية بس في نفس الوقت ما فيهاش اي تلزيق خالص. قطعت العجينة على طول، ما سبتهاش ارتاحت، بس لو انت حابة بقى تسيبيها ترتاح هتغطيها وتسيبيها ربع ساعة علشان ما يبقاش ليها عرق خالص. لو حابة بقى تقطعيها وتغطيها وتسيبيها عادي خالص. الاول انا قطعت العجينة وحددت انا هعمل كام فطيرة. انا كده هعمل 4 فطيرات. بعد ما ظبطت العجينة 4 قطعات قد بعضيهم، همسك بقى كل قطعة عجين وهقطعها 4 قطعات. طريقة النهاردة حلوة جدا للفطير ولازم بقى تجربيها، يعني بأقل كمية سمنة هتعملي الفطير. وكمان الفرد كله بيكون بدقيق، يعني الفطيرة من جوه بتبقى خفيفة ما فيهاش سمنة، وكمان بتبقى مورقة، وبعد السوا كمان بتكون طرية. استحالة بقى طريقة النهاردة ان هي تبوظ من اي حد، يعني الفطيرة هتطلع مورقة مش هتكون مكتومة، وكمان هتبقى طرية بعد السوا. اهم حاجة بس تتبعي الخطوات وتمشي عليها مظبوط. في الاول بتظبطي العجين قد بعضيه وتشوفي انت هتعملي كام فطيره، يعني على حسب ما انت عايزه هتعمليهم 3 4 5، هتقطعي العجينه وتظبطيها. وبعد كده كل قطعه عجين بتقطعيها ل4 قطعات بيكون قد بعضيهم. بعد كده بتغطيهم بكيس علشان تسيبيهم يرتاحوا. كل بقى ما العجينه هترتاح معاكي كل ما هيبقى سهل جدا في الفرد. ادي بقى شكل العجينه بجد طالعه تحفه، يعني العجينه مخدومه، اهم حاجه ان هي تتخدم. بعد كده بنرش بقى رش الدقيق وبنفرد العجينه، مفيش اي تلزيق خالص والعجينه طريه، وفي نفس الوقت كده عجينه مش يابسه قوي بتتقطع معايا، يعني العجينه مظبوطه. الخطوات الباقيه كلها سهله بس بتوقفي على العجين، يعني اظبطي العجينه علشان بس ساعه ما تفردي ما تتقطعش معاكي او تغلبك وتتلزق. بس العجينه لو خدمتيها هتلاقي نفسك بتفردي الفطير بكل سهوله، مش هيبقى فيه حاجه صعبه خالص. فرد العجينة سهل جدا ومش هيغلبك، لان احنا بنفرد بدقيق، يعني كأننا قاعدين نعمل كده شوية رواق. بنفرد القطعة اللي بنفردها، بنمسحها كده بمسحة بسيطة خالص من السمنة، وبعد كده بنطبقها وبنركنها في طبق جنبينا. يعني مفيش اي حاجة صعبة خالص، صدقيني الطريقة سهلة وهتعجبك. بس اهم حاجة تدخيل العجينة جوه بعضيها. يعني انا بعد ما طبقتها كده او عملتها مربع انا ركنتها في الطبق، وبعد كده بفرد قطعة العجينة التانية بنفس الطريقة. وقبل ما بتني بقى الأطراف على بعضيها بجيب القطعة بحطها في النص وبتني عليها. بعمل بقى ال4 قطع بنفس الطريقة، وبكده الفطيرة هتبقى مورقة أكتر من 20 راق فوق بعضيه. ادي القطعة الأولى. القطعة التانية بنفس الطريقة زي ما قلتلك، بس أهم حاجة إن احنا نوسعها ونخلي سمكها في الوسط ما يكونش تخين قوي. وبعد كده نيجي بالفرشة وبنمسح سمنة على قد بقى ما تقدري تخففي سمنة. كده كده الفطيرة هتكون مورقة، وكمان السمنة هتكون في وسطها كده هتكون مظبوطة. جبت بقى قطعة العجينة التانية، قبل ما بطبق بحطها في النص، وبعد كده بتني عليها. بجيب بقى الطرفين فوق بعض، كل طبقة بنطبقها جوه الفطيرة. هي دي بقى اللي بيكون التوريق جوه الفطيرة. بس اهم حاجة كل طبقة بنطبقها لازم يكون في وسطها مسحة سمنة بسيطة خالص. واهم حاجة تقفيلة الفطيرة في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو وصلت معايا لغايه كده يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. اهم حاجه بقى في الاخر خالص في التقفيله ان احنا ما نضغطش على العجينه علشان ما تتقطعش.
كده العجينة مورقة واللهم بارك، تورقات كتيرة جوه بعضيها. بنمسك قطعة العجين بعد ما بندخل اخر قطعة خالص، اخر واحدة، بنمسح بقى الصينية بمسحة سمنة، وبعد كده بنشيل قطعة العجين بالراحة خالص وبنحطها في الصينية اللي احنا هنسوي فيها. الصينية كده بتكون مدهونة سمنة او زيت، بس يا ريت تكون سمنة علشان ما ينشفش معاكي الفطير. وبعد كده بنسيب بقى العجينة ترتاح ربع ساعة. كل بقى ما عجينة الفطير هترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا. دهنا بقى وش الفطيرة، وبعد كده بنيجي بقى للفرد. الفرد لو لقيتي بتفردي العجينة وتلمي معاكي تاني، عايزاكي بقى تريحيها تاني شوية. واهم حاجة بقى وانت بتفرديها وهي في الصينية، بتجيبي من وسط العجينة لبره، يعني ما ترقيش الحروف قوي علشان ما تنشفش معاكي وانت بتسويها. ادي بقى سمك العجينة المظبوطة. بعد كده هعمل بقى الفطيرتين التانيين بنفس الطريقة، بس اهم حاجة يعني اللي كانت في الصينية الاصغر فلقيتها يعني هتبقى تخينة شوية فنقلتها في الصينية الوسطانية. اللهم بارك، ريحة الفطير تحفة، وارتفع كمان معايا زي ما انتوا شايفينه كده علشان طريقته مظبوطة. يعني لو عملتيه بنفس الطريقة استحالة ان هو يبوظ معاكي خالص، وهيطلع مورق وكمان هيطلع تحفة. الفطيرة لو لقيتيها ارتفعت معاكي اعرفي بقى ان الفطير هيطلع مورق. في الاول بتشغلي الفرن يسخن، اول ما بيسخن بنوطي البلاطة وبنوطي الجنوب وبنسويه. ولو هنسويه فرن البوتاجاز هنمشي على نفس الخطوات. لو الفطير بينشف معاكي في وقت التسوية، يبقى بيطول معاكي في التسوية، يبقى دخلتيه في فرن بارد. اهم حاجه الفرن يكون سخن في الاول، وبعد كده بتدخلي الفطير هتلاقيه ارتفع وعطى لون معاكي بسرعه. اول ما يخرج معاكي من الفرن على طول بتغطيه بكيس، ومن فوق الكيس بفوطه. بعد 5 دقايق بتلاقي بقى الفطيره اتطرت. في الاول كده بيكون مقرمش، بس بعد ما بتغطيه الفطيره بتضطر، يعني لو عايزاه مقرمش مش هتغطيه، لو عايزاه يضطر معاكي هتغطيه بكيس في الاول، من فوق الكيس فوطه. اللهم بارك، شايفين بقى شكل الفطيره طرية وكمان عاملة اكتر من 20 رق. الفطيرة تحفة بجد، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عن الفطير خالص. الفطير مورق وكمان طري بعد السوا. بتمنى بس ان انت تمشي على كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. ادي بقى شكل الفطيرة يا جماعة، من جوه مليانة رقات، وكمان الرقات من جوه ما فيهاش سمنة وطرية. جربي بقى طريقة النهاردة هتعجبك جدا. اهم حاجة تظبطي العجينة، وكمان تسيبيه يرتاح معاكي. كل بقى ما الفطير هيرتاح معاكي كل ما هيفرد معاكي بكل سهولة، وكمان هيورق وهيبقى طري جدا بعد السوا. اهم حاجة التسوية، يعني ما تدخليش على فرن بارد علشان ما يطولش معاكي في التسوية وينشف. قبليها شغليه ب10 دقايق. اول ما بيسخن بنوطي بقى البلاطة وبنخلي الجنوب وسط، وبنقفل عليه الفرن. هيدي بقى اللون من فوق ومن تحت، وكمان الفطيرة هتشوفيها من جوه هتلاقيها عاملة رقات وكمان طرية. بتمنى بقى ان يكون شرح بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة.